هل يصدق أن مثل هذه الوسائل موجودة فعلا للتعذيب؟ الباحث في تاريخ الاغتيالات السياسية الدكتور محمد عبد الوهاب أقام معرضا يضم أبشع الأدوات المستخدمة في تعذيب البشر على مر العصور، واستلهم هذه الفكرة من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الذي تفنن في تعذيب العراقيين. شفت سيديهات عن التعذيب خلتني أفكر أقول ليه ما فضحش أساليب التعذيب وزبانية التعذيب على مر العصور. عبد الوهاب جمع أدواته الرهيبة بعد رحلة استمرت 10 سنوات في جولات حول العالم، استطاع فيها تجميع ما يزيد على 600 أداة تعذيب، وضم المتحف الأدوات القديمة المستخدمة في التعذيب مثل الكرسي المائل والصندوق الأسود الذي يتم إيداع المسجون فيه لأكثر من 10 ساعات وغيرها من الأدوات. إذا بتبحث عن إبرة في قاع المحيط ربما تكون أسهل من المهمة اللي أنا قمت بيها. أنت بتجمع أدوات، والنهاردة الجلاد عايز يخفي أداة التعذيب بأي طريقة. ففي أدوات طبعا أخفيت تماما، لكن اللوحات اللي رسمت ليها من خلال وصف المعذبين المتاحف قدرت تعمل نسخة منها، وأنا برضو عملت هاي كوبي للأدوات اللي مش موجودة. المتحف يضم أدوات للتعذيب من العصر الحديث والعصور الوسطى والقديمة، إضافة إلى حبل وملابس الإعدام الحقيقية والأزياء الأصلية الخاصة بمعتقل غوانتنامو والعربة التي تستخدم في نقل السجين بالمعتقل، ومجموعة من الأصفاد تعود إلى أكثر من 500 عام. المتحف يضم أقساما خاصة بأشهر السفاحين المصريين في العصور القديمة كخط الصعيد، إضافة إلى صور ضحاياهم.